خلي بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى مت اعرفوا ان انا اتقتلت مش انتحرت. حاجه اسمها ان انا ضياء العوضي ينتحر، انتهي، حطها في بالك. دكتور ضياء العوضي ونظام الطيبات اللي هو عمله، النظام ده اللي وافق عليه البعض واختلف عليه البعض، سماه الطيبات وايه وجهة نظره في النظام ده، وكان وفاته اللي حصلت بصورة مفاجئة وغريبة جدا. كل ده في الفيديو. بس قبل متابعة الفيديو يا ريت تكمل معايا الفيديو للآخر وما تنساش تعمل لايك للفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو. دكتور ضياء العوضي هو من مواليد 1979، توفى وهو عنده 47 سنة، ربنا يرحمه ويغفر له. دكتور ضياء العوضي كان بيعمل في الرعاية المركزة، وهو بيقول ان القسم ده يعني قسم صعب جدا. المرضى بيروحوا القسم الرعاية المركزة وهم في تدهور حالتهم الصحية جدا، عشان كده بيروحوا القسم ده. وهو بيقول ان هو كان من اوائل الدفعة بتاعته، رئيس ومشرف على 1000 من دكتور كانوا بيعملوا الماجستير، هو كان المشرف والرئيس بتاعه. دكتور ضياء العوضي ليه عمل نظام اسمه نظام الطيبات، وليه سماه الاسم ده؟ هو وجهة نظره في النظام ده ان الامراض عماله تزيد ومفيش امراض بتقل، وكمان الاساتذه اللي اتعلم على ايديهم الطب. يعني في دكتور للمخ والاعصاب مات بورم في المخ، وفي دكتور بطنه مات بمرض مناعي في البطن، والمرض ده كان هو المفروض بيدرسه. اكتشف الدكتور ضياء العوضي رحمه الله عليه ان انهم بيموتوا بامراض مزمنه، والغريب في الموضوع ان كل ما ياخدوا مثلا ادويه، الادويه مش بتساعد في شفائهم بل المرض بيزداد سوءا. ده على وجهه نظره. عمل نظام وسماه باسم الطيبات علشان بيقول ان في ايه في القران الكريم ربنا بيقول وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقناكم، عشان كده سمى النظام ده بنظام الطيبات. كان في برنامج كده على قناه معينه مش حابه اذكر اي اسم ليها، ده الاعلاميه فيه كانت بتتكلم مع دكتور، مداخله هاتفيه يعني من دكتور. المفروض ان الدكتور ده زوجته كانت دكتوره برضو، ولكن كان جالها مرض في المناعه، مرض مناعي يعني، وكانت بتاخد ادويه لمده 7 سنين. وبعدين هي زهقت من الادويه او حبت ان هي ما تلجاش للادويه دي تاني، فسمعت عن دكتور ضياء العوضي، خاصه بعد الحلقه اللي عملها دكتور ضياء العوضي مع اعلامي القدير محمود سعد. فهي قالت ان اكيد يعني طالما الاعلامي الكبير محمود سعد استضاف الدكتور ضياء العوضي، الدكتور ده موثوق منه، او اكيد الكلام اللي هو بيقوله بنسبه كبيره صح. بعدين مشيت معاه على نظام الطيبات، ولكن فجاه حالتها اتدهورت. يعني زوجها بيقول ان هي خلال ال7 سنين كانت كويسه جدا وهي ماشيه بالادويه، ولكن مع النظام ده حسيت ان هي تعبت. هي طبعا ما كانتش معرفاه على موضوع النظام ده، يعني كانت بتاخد النظام ده من وراه، او يعني عادي ما قالتلهوش على النظام ده. هو فجأة اكتشف ان حالتها اتدهورت. الدكتورة دي اتصلت بالممرضة، ممرضة الدكتور ضياء العوضي، ردت عليها وقالت لها في حقنة كده معينة الدكتور بينصحك ان انت تاخدي الحقنة دي. ده اخدت الحقنة من هنا، وبرده بعدها بيوم تعبت جدا، فحاولت تتواصل مع الممرضة تاني، فالممرضة ما ردتش عليها. يعني في خلال يوم تاني يوم ردت عليها، ده على كلام زوجها. وانا اتفرجت على الحلقه دي فحبيت ان انا اقولها في الفيديو ده. فبعدين اتواصلت مع الممرضه تاني فقالت لها الدكتور بيقولك توقفي الجبنه. ومن بعدها الدكتوره دي اللي كان عندها مرض مناعي توفت. الكلام ده حصل قبل وفاه دكتور ضياء العوضي ربنا يرحمه. طبعا وفاته كانت مفاجاه للناس كلها، الله اعلم توفى ازاي، ربنا يرحمه يا رب. طبعا اكيد الجهات الامنيه بتحقق في الموضوع ده، احنا ما ينفعش نقول اي حاجه عنه. انا الحقيقه مش هقدر اقول كلمه عن النظام اللي الدكتور ضياء العوضي ده عمله الله يرحمه، لان انا ما اقدرش احكم في حاجه زي كده، لان انا مش دكتوره. لكن هو كلامه منطقي جدا في حاجات معينه، وغير منطقي بالمره في حاجات معينه. ان النظام الطيبات اللي هو عمله بيمنع حاجات كتير جدا صحيه ومفيده. مثلا فكره البيض، بيقول ان البيض يتمنع تماما. عمرنا كانوا بيقول ان الاطفال المفروض تاخد من بيضه لبيضتين في اليوم. امهاتنا كانوا بيقولوا لنا كلوا بيض كويس واشربوا لبن علشان صحتنا تبقى كويس، عشان كمان عظمنا يبقى كويس. ولكن في نظام الطيبات بيقول امنع البيض تماما، وكمان امنعوا المنتجات الالبان تماما، وما تشربش ميه غير لما تحس بالعطش، وامنع البقوليات تماما، يعني الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا تتمنع تماما. انا حابه كده اقول وجهه نظري المتواضعه جدا، وان كل حاجه ربنا خلقها اكيد مفيده واكيد صحيه. ربنا قال لنا في كتابه لا تاكلوا الميتة والدم ولحم الخنزير. الايه دي رقم 59. ربنا قال لبني اسرائيل وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وانا ماليش علاقه بتفسير القران الكريم، ولكن المن ده حاجه طعمها مسكر، اما السلوى فهو بيقال ان هو زي السمان كده، يعني من الطيور. بعدها بنو اسرائيل قالوا سيدنا موسى لن نقدر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقولها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ربنا قال لهم قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير.
طيب يعني معنى كده ان هو ادنى، ولكن ربنا ما قالناش في القران الكريم ان البقوليات او البصل او الثوم مضر لصحه اجسامنا زي ما الدكتور ضياء العوضي قال لنا. وفعلا ان المعده بيت الداء، ولكن يعني مفيش مشكلة لو أكلنا من كل الأكل. لكن باعتدال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصانا وقال لنا ثلث للطعام وثلث للشراب وكمان ثلث للتنفس. يا ريت كل اللي بيشوف الفيديو يصلي على النبي. ولو وصلتوا معايا للدقيقه دي من الفيديو فاحب اشكر حضراتكم جدا على متابعه الفيديو، واتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت برايكم، تشاركوني في رايكم وتعملوا سبسكرايب للقناه علشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. والسلام عليكم.